أهلا ومرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب كورة 24. أهلا ومرحبا بكم. بيستعد المنتخب اليمني بقوة لخوض المباراة النهائية والجولة الثالثة من تصفيات آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية في مباراة حاسمة وفاصلة مع شقيقه اللبناني. والمباراة هتخص الجانب اللبناني وسينظمها الجانب اللبناني، لكن هتتلعب في قطر بإذن الله يوم 4 يونيو القادم أو 4/6 القادم بإذن الله 26. وسيسدل الستار بعد هذه المباراة مباشرة على التصفيات الآسيوية، وسيتضح بعد هذه المباراة آخر فريق هيروح كأس آسيا. خلاص هتنتهي المهمة وهيتحدد مين بطل آسيا، مين الفريق اللي هيروح كأس آسيا. هي اليمن أو لبنان، لبنان أم اليمن. المباراة عارفين طبعا انهم وقعوا في مجموعة فيها فيتنام والإمارات وكوريا الجنوبية. زي مجموعة على فكرة، يعني هو فأل خير للمنتخب اليمني الكبير. المنتخب اليمني اللي الناشئين كان في نفس المجموعة وفي المملكة العربية السعودية. يبقى في المملكة العربية السعودية المنتخب اليمني الناشئين كان واقع في مجموعة فيها فيتنام والإمارات وكوريا الجنوبية. يبقى إن شاء الله المنتخب اليمني الكبير برضه يصعد ويصعد على لبنان ويبقى معاه فيتنام وكوريا الجنوبية والإمارات إن شاء الله بإذن الله وبحول الله. مباراة قوية وهتتلعب زي ما قلنا في قطر، بتخص الجانب اللبناني. الأصعب في هذه المباراة إن الجانب اللبناني عنده 13 نقطة واليمن عندها 11 نقطة. الجانب اللبناني عنده فرصتين، التعادل أو الفوز. اليمن ما قداموش غير فرصة واحدة هي الفوز، وده ساعات بيكون أفضل. أحيانا كتيرة خلاص أنا ما قداميش غير الفوز، لكن في يقول لك قدام التعادل السلبي، قدام التعادل الإيجابي، قدام الفوز بأي نتيجة. أحيانا بتلخبط لكن أحيانا تبقى أفضل. لكن أمام المنتخب اللبناني أكون أو لا أكون، خلاص ما فيش قدامي غير الفرصة دي. في خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله هيعلن عن القائمة النهائية، خلاص اللي هتشارك في هذه المباراة. باقي خلاص حوالي 15 يوم، النهارده 19 مايو، يعني نتكلم عن 15 يوم. يعني خلاص بعد العيد الأضحى مباشرة هيكونوا الأولاد وصلوا إلى قطر ويقدروا إن شاء الله يلعبوا بعد أجازات العيد الأضحى المبارك بإذن الله. كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. يقدروا يلعبوا هذه المباراة بإذن الله. يعني عايزين نقولهم إن المباراة طبعا بتقام بأجواء صعبة في حرب الخليج، والأجواء صعبة جدا في الخليج حاليا. خلي بالك إن ممكن المباراة تتأجل، يعني خلي بالك إحنا قاعدين في مشاكل كتير جدا في حركات الطيران وغيره، لكن حتى الآن إحنا بنتفائل خير بإذن الله. ده وبنقول يعني إن شاء الله تتلعب المباراة. المنتخب اليمني بعد أيام قليلة هتعلن القائمة اللي هتسافر بإذن الله إلى قطر وهتؤدي المباراة. كان في 2 لعيبة كويسين جدا كانوا ممكن المنتخب اليمني يضيفهم للمباراة. اللاعب طارق شهاب الأصول يمنية وبيلعب في هولندا، واللاعب ديماني ميلور اللي هو برضه من أصول يمنية وهو بيلعب في إنجلترا وتراخت ومانشستر يونايتد. لكن للأسف مش هيقدر المدرب يضيفهم ولا يلعبهم، لأن الاتحاد الآسيوي رافض التسجيل. خلاص تسجيلهم في المباراة اترفض، كان لازم يسجلهم قبل كده بفترة، لأن المباراة أصلا كان ميعادها في شهر مارس. المباراة كان ميعادها في شهر مارس، القائمة أعتقد كانت آخرها يناير أو فبراير تسجيل هذه القائمة. فالخطأ الكبير جدا على الاتحاد اليمني، الخطأ هنا على الاتحاد اليمني في عدم تسجيل 2 لاعبين محترفين مستواهم كويس نقدر نضمهم لدولة اليمن ونقدر نجيبهم معانا إن شاء الله. ديماني مولور اليمني اللي بيلعب في إنجلترا، واليمني اللي بيلعب في هولندا طارق شهاب.
مرة تانية بقول الخطأ هنا كان من الاتحاد اليمني اللي أخطأ إن هو ما سجلش اللاعبين دولت من فترة، والمباراة كانت المفروض ميعادها 27/3، يعني من شهرين. قدر الله ما شاء فعل. نقدر نستفيد منهم إن شاء الله في المباريات الودية القادمة، نقدر نستفيد منهم إن شاء الله في الخليج بإذن الله. خليج 27 في المملكة العربية السعودية اللي هيتم في نهاية العام ده، لو احنا مركزين وعايزينهم. ما احناش عايزينهم بقى خلاص تاني برضه، يعني ما احناش عايزينهم خلاص، لكن انت عندك خليجي 27، عندك مباراة ودية قبله، عندك ان شاء الله بطولة اسيا في المملكة العربية السعودية اللي هتكون باذن الله صعدت لها ان شاء الله، اللي هتكون صعدت لها. نتعلم من هذه التجربة، وعايزين نصفي النية ونقول ان هي مش مقصودة. عايزين نصفي النية ونقول ان هي مش مقصودة، ونكمل بقى على خير المباراة القادمة ان شاء الله، ونكمل على خير المباراة القادمة ان شاء الله. يجب ان يكون في تركيز من الجهاز الفني، يجب ان يكون في تركيز من اللاعبين. 90 دقيقة بالتمام والكمال توديك كأس آسيا. 90 دقيقة بالتمام والكمال تخليك تلعب ما بين الجمهور اليمني وفي أحضانه اللي عايش في المملكة العربية السعودية، وتبقى سعادة غامرة لكل اليمنيين في المملكة العربية السعودية. وإن شاء الله احنا متفائلين خير بإذن الله بهذا الفريق. شفنا الجماهير اللي عملوا ايه في السعوديه، الجمهور اليمني مع منتخب الناشئين، وان كان استهتار واحد في مباراه فقط واحده اللي هي مباراه فيتنام يعني اطاح بها المنتخب اليمني، لكن بقوا الاولاد رجال قدموا مباراه قويه واسعدوا الجميع وسعد الجميع بمبارياتهم. ده بالنسبه للناشئين. اما الكبار نتمنى ان شاء الله ان هم يعني يحذوا حذو الصغار، ان هم الصغار بيظهروا الحمد لله، الشباب بيأدوا أداء جيد. ودائما أنا بقول إن الكرة اليمنية متطورة وأفضل كمؤشرات وكمردود، هي أفضل في الشباب والناشئين. بتبتدي تقل دايما عند المنتخب الأولمبي، بتبتدي تقل دايما خالص مع المنتخب الأول، لكن في الناشئين في الشباب مستوى جيد. رحت المنتخب الأولمبي بتقل معاك، رحت المنتخب الأول بتختفي تماما. ان شاء الله باذن الله الدوري اليمني الحمد لله بيلعب قدامنا وبنشوف منه بعض المباريات. اعتقد ان شاء الله يقدر هذا الدوري يفرز لاعبين اكتر واكتر، وتستمر المسابقه في الايام القادمه للمنتخب، يكون بقى يعني مفرزه جيده للمنتخب في قادم المناسبات باذن الله. شكرا لكم وبالتوفيق للكره اليمنيه. شكرا لكم.